السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبيبي متابعين الكرام من مصر جماعة الدول العربية. دمتم ودامت أيامكم بكل الخير والحب والسعادة. بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى من والاه. معكم أخوكم أحمد الكومي الأمل للتعليم صناعة المنظفات. احنا النهاردة حبيبي هنعمل 170 لتر بريل بجودة عالية جدا، جودة ممتازة جدا، حاجة رهيبة بإذن الله. وفي البداية حبيبي عشان نعمل 170 لتر بريل بجودة عالية هنملى تلتين الكمية مية. بعد ما ملينا تلتين الكمية مية هننزل بأول حاجة معانا وهي التايلوس. طبعا التايلوس يا جماعة معايا 300 جرام فقط. هنا مقلل من التايلوس عشان حاطط كمية خامات عالية، فهنا مقلل معايا من التايلوس. كل ما بنزود الخامات كل ما بنقلل في التايلوس. طبعا هقلب تقليب سريع جدا وانزل بالتايلوس عشان خاطر ما يكلكعش مني. لازم اقلب تقليب سريع الاول وانزل مع التقليب السريع بالتايلوس مباشره زي ما انتم هتشوفوا. وبفضل الله التايلوس ده معانا بكل سهوله. وبعد حبيبي ما نزلنا بالتايلوس ده وبناه، دلوقتي هننزل ورانا بالصودا بتاعتنا. دلوقتي انا معايا 3 كيلو 60 جرام من الصودا السايله، ولو ما فيش صودا سايله وفي صودا قشور هنحط بالظبط كيلو 500 وبالظبط 500. احنا قلنا الصودا كام بالظبط؟ يبقى هنحط كيلو 530 جرام من الصودا القشور، لان طبعا تركيز الصودا القشور ضعف تركيز السائله. يبقى 3 كيلو 60 جرام من الصودا السايله، ولو ما فيش صودا سايله هنحط بالظبط كيلو 530 جرام من الصودا القشور. طبعا هنضيف الصودا مع التقليب. وفايدة الصودا بعد التلج ان احنا بنقدر نستفاد بجزيئات التلج كلها بنسبة 100%، فبناخد اكبر نسبة لزوجة من التلج. اهم حاجة ناخد الصودا بحالها ونشطف الجردل مكان الصودا، ونضيف المية اللي احنا شطفنا بيها ونقلبها كويس جدا. وبعد حبيبي كده ما ضفنا الصودا بتاعتنا، دلوقتي هننزل وراها بالسلفونيك بتاعنا. انا معايا حبيبي بالظبط 8 كيلو ونص من حمض السلفونيك الشفاف. لازم يكون حمض السلفونيك شفاف يا جماعه، اوعى نسترخص في حمض السلفونيك بالذات. طبعا انا معايا سلفونيك الامل، حاجه روعه، حاجه ممتازه وخاصه بتتصنع مخصوص لينا. شايفين يا جماعه النقاء، شايفين الشفافيه، بسم الله ما شاء الله، حاجه روعه، حاجه ممتازه جدا. اهم حاجه ناخد النسبه كلها بنسبه 100% ونشطف الجدر برضو وناخد باقي. واهم حاجه التقليب الجيد. طبعا حبيبي انا ما حطيتش ال 8 كيلو ونص كلهم، انا حطيت 6 كيلو ونص. هرجع احط ال 2 كيلو الباقيين، هحطهم وارجع لكم تاني. تعالوا دلوقتي يا حبيبي لاهم نقطه وهي ظبط البي اتش. اهم حاجه ناخد بعيد عن الرغوه، نقلب تقليبه بسيطه بالشكل ده وناخد بعيد عن الرغوه خالص. زي ما انتم شايفين البي اتش بتاعنا. تعالوا نقارنه بالدفتر. زي ما انتم شايفين رقم 7 بالظبط اهوت كده، آمن ومتعادل على البشرة، ومحدش هيشتكي منه انه بيأثر على البشرة. بعد كده حبيبي انا مدوب التكسبون بتاعي خارجي، مدوب بالظبط 2 كيلو ونص من التكسبون على حوالي بالظبط 17 كيلو مية. هضيفهم مع التقليب. طبعا التكسبون بدوبه قبلها بيوم، بنقعه مع التقليب الجيد على فترات، بتلاقيه دايب معاك بكل سهولة بالشكل ده. زي ما انتم شايفين الجردل الفاضي تماما، مفيهوش اي بواقي من التكسبون.
ودي اسهل طريقه تدوب بيها تكسبون وانت مرتاح. طبعا هنقلب تكسبون كويس جدا. وبعد ما قلبنا التكسبون، معايا دلوقتي حبايبي 750 جرام من البيبي فور. البيبي فور من الحاجات الجميله، الزيوت الجميله اللي بتزود معانا من رغوه المنتج. طبعا هضيفه مع التقليب. وبعد ما قلبنا البيبي فور كويس جدا، ودلوقتي حبايبي انا مدوب معايا كيلو ونص من ملح الطعام مدوب خارجي. اهم حاجه انا انزل بالميه اللي دافيه فيها الملح يا جماعه. لو ملح مترسب لسه في جعر الجردل ارجع ادوبه تاني. هنضيفه مع التقليب السريع. واللون بتاع حبايبي عبارة عن 15 جرام أصفر زائد 40 جرام أزرق، وهدوبهم مع بعض هيدوني لون بريل يا جماعة بالمنظر ده. هيتقلب وهيديني لون بريل بالظبط. طبعا أهم حاجة أشطف مكان اللون كويس وآخد الكمية كلها، وطبعا أقلبه كويس جدا. طبعا يا حبيبي احنا حاطين اقل نسبه ملح، احنا حاطين كيلو ونص. الكيلو ونص ده في الصيف المفروض يتحط ل 120 بس، ولكن هنا عشان في نسبه خامات عاليه شويه فقليلين معانا من الملح والطيب. بعد كده حبيبي هكمل متر للاخر وارجع لكم تاني. وبعد ما كملت متر للاخر دلوقتي هستنى لما الرغوه دي تهدى واكمل بقيه منتج. وبعد يا حبايبي ما الرغوه هدت ومنتجنا كده بقى اكمل للاخر، دلوقتي هنحط الماده الحافظه. طبعا انا معايا بالظبط 400 عفوا 300 جرام من الفورمالين. الفورمالين اللي هيحفظ لي المنتج لفترة طويلة. طبعا هضيف الفورمالين مع التقليب الجيد. وبعد ما حطيت الفورمالين بتاعي كده، المنتج بتاعي لازم اسيبه مده ما تقلش عن 24 ساعه لحد ما ريحه الفورمالين تروح من المنتج، عشان بعد كده ما تاثرش على الريحه. وبعد حبايبي ما نحط الريحه بفتره تعدي بقى 24 ساعه او اكتر لحد ما تروح ريحه الفورمالين، هنحط الريحه بتاعتنا بتاع المنتج. هنحط 120 جرام من الريحه الزيتيه، عليهم ربع كيلو من الجليسرين، هنخلطهم مع بعض ونضيفهم من المنتج. كده يبقى معانا منتج ممتاز جدا 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 وجودة ممتازة جدا. تعالوا بينا نشوف المنتج بتاعنا. زي ما انتم شايفين يا حبايبي لزوجة ممتازة، هي لزوجة ممتازة. ما نفرحش يا جماعة باللزوجة العالية جدا، لان احنا كده بنضر المنتج باللزوجة العالية دي. لزوجة ممتازة جدا بأقل نسبة ملح. بسم الله ما شاء الله، منتج روعة جدا بفضل الله. بعد ما انتهينا من المنتج، لو عجبك الفيديو اعمل اعجاب بالفيديو واشترك بالقناة وفعل الجرس حتى يصلك كل ما هو جديد من اخوك احمد الكومي، الامل لتعليم صناعة المنظفات. واهم حاجة دعوة حلوة من القلب، لان احنا بنعمل ده كله علشان خاطر عشان صالح دعائكم. ما تنسوناش من صالح دعائكم. يلا، السلام عليكم وربنا يوفق الجميع. بسم الله ما شاء الله عملت.